الشتا ايه غير حبة شوربة كده يدفونا في البرد اللي احنا فيه ده. فانا هقول لكم بقى على طريقة شوربة لسان العصفور، طريقة خطيرة جدا. وكده كده الشوربة حاجة اساسية معانا جنب كل اكلة بالذات في الشتا. اول حاجة يلا بينا نسمي بالله ونصلي كده على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو كده للفيديو. اول حاجة معايا انا هجيب الحلة واحط معايا معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي لحد ما السمنة تسخن معايا. اجيب بقى لسان العصفور بتاعي، وهنا انا بقول لكم من لسان العصفور بتاع الشوربة لازم يكون الصغير، الكبير ده بتاع الطواجن، ده لسان العصفور الشوربة. حطيت بقى معايا لسان العصفور وشوحته بقى معايا، افضل اشوحه كده عشان كله يوحد اللون بتاعه ويديني اللون الذهبي اللي انا عايزاه. هو ده اللون اللي انا محتاجه، اللون الذهبي للشوربه. بعد كده بقى انزل عليه بالشوربه بتاعتي، واي مرقه عندك استعمليها، بس انا بحبها جدا بشوربه اللحمه، بتبقى خطيره وبتودي الطعم في حته تانية خالص. حطيت معايا الشوربه وقلبتها، وبعد كده حطيت كميه الشوربه هياها كميه الميه، ميه مغليه كده وحطيتها عليهم، وقلبت كل ده وحبة صغيرين من الفلفل. وحطيت معايا كمان بطاطساية صغيرة متقطعة مكعبات وجزراية مبشورة برضو صغيرة، وحطيت كل ده وقلبته اهوت، وسبتها بقى لحد ما تغلي معايا. غلت معايا قلبتها تاني وحطيت الملح بتاعي. على فكرة هي ما بتاخدش دقايق وبتكون خلصانة، بتستوي في ثانية. وممكن كمان لو نزلتيها نص سوا وقفلت عليها الحلة وقفلت عليها النار هتلاقيها استوت تماما. شايفين شكلها؟ ولا الشوربة شربت منها ولا اي حاجة، هي دي الكمية المناسبة. كده بقى البطاطس معايا استوت والمكرونة بتاعتي استوت، شلتها بقى من على النار، اقدمها بقى في الطبق بتاعي وبألف هنا وهي سخنة كده بتدفي بجد والله. شايفين اصلا شكلها عاملة ازاي؟ الشوربة بلسان العصفور خطيرة، جربوها هتعجبكم جدا بطريقة. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراكي في قناتي على اليوتيوب، وربنا يحسن ما بين ايديكم.